النهاردة هعمل معاكم القرنبيط بدون ولا حبة بيض. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة خالص. اول حاجة احنا هنجيب الزهرة ونقطعها كويس جدا ونشيل اي زوايد فيها من على الحتة اللي هي يعني الحتة اللي طالعة دي منها، بنشيل اي حتة تكون ناشفة شوية. هحط مية مغلية على النار بعد ما اغسلها كويس جدا، وبعد كده هحط الزهرة واحط عليها ملح وكمون. هتاخد غلوة واحدة بس وهقفل عليها علشان ما تبقاش مهرية معاكي. اول ما تاخد غلوة انا بشيلها من المية دي وبحطها في مصفى، هسيبها تنزل ميتها كلها. بعد كده هبتدي ان انا احط الخليط اللي انا هحط فيه القرنبيط. حطيت نص كوباية من الدقيق، لو انت الكمية تبقى كبيرة حطي كوباية دقيق. هحط عليها نص كوباية من الحليب ونص كوباية من المية. هننزل بقى بمجموعة توابل انا هكتبها لك برضو تحت الفيديو. اول حاجة هحط معلقة صغيرة من الكمون، وهحط معلقة صغيرة من الكركم، بابريكا، فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وملح. دي التوابل اللي انا حطيتها وهكتبها لك تحت الفيديو كلها عشان تبقي عارفاها. هقلب الحاجات دي كلها مع بعض وهنزل عليهم بفص توم يعني مفروم كويس ناعم، فص او فصين. لو حابه مش عايزه تحطي توم مفروم ما تحطيش. وهحط معلقه بقدونس مفروم برضو، بتخلي برضو طعم القرنبيط حلو جدا. هقلب بقى المكونات دي مع بعض كلها وهنزل بيها على القرنبيط اللي انا سلقته. في ناس بقى بتحط في الخطوة دي طبعا بيض كتير جدا. انا بصراحة بلغي فكرة البيض خالص لاني انا مش بحبه في الاكل خالص. هسيبه بقى في الخلطة دي شوية وابتدي ان انا احط الطبقة الخارجية اللي انا بحطها عليه. انا بحط كوباية واحدة من الدقيق وعليها نص كوباية بقسماط. بجد الخطوة دي بتنقل القرنبيط كده كأنك بتاكلي فراخ بانيه مثلا، ومقرمش. بيفضل بقى طول ما انت مثلا يعني حتى لو كلتي كمية وسبتي كمية بالبقسماط بيفضل زي ما هو لو حمرتيه اي وقت. اهم حاجة ان احنا نحط عليها بقسماط. بعد كده بقى هبتدي ان انا اقلي الكمية كلها. بجد دي من احلى الطرق اللي انا عملت بيها القرنبيط. ما بياخدش كمان وقت في التحمير، يعني انتي بتحمريه يعني يدوبك بياخد لون وخلاص، ويطلع مقرمش معاكي لحد اخر واحدة انتي بتاكليها. انا هحمر الكمية كلها والاول بصفيه في مصفى، وبعد كده وقت التقديم قدميه بقى زي ما انت عايزة. قدميه مثلا حطي تحتيه بقدونس. بس انا هنا كان اللون بالنسبة لي خطير. بجد دي من احلى الطرق اللي انا بعمل بيها دايما القرنبيط. جربوه بالطريقة دي وبدون بيض خالص وقولوا لي رأيكم، وان شاء الله يعجبكم. واشوفكم تاني على خير في فيديو قريب، وباي باي.